يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ تعالوا يا باشا، تعالوا تعالوا تعالوا، بقول لكم تعالوا. قرعة كاس العالم للأندية ومطوشة الأهلي واللي حصل والدايرة وهنمشي ازاي واللي خفت منه طلع. أول حاجة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونوحد لا اله الا الله، واللي مش عامل لايك يعمل لايك ويشترك في القناه. ماشي؟ مش عارف انا قافش ليه بس تعال بص بص يا باشا، الاهلي قدام الكسبان من اتحاد جده السعودي و اوكلاند سيتي اللي احنا لعبناهم السنه اللي فاتت واديناهم 3. تمام؟ ف يا اخويا يا صاحبي، اللي هيكسب بين الاتحاد و... واوكلاند سيتي ده هيقابل الاهلي. وطبعا الاتحاد يعني مش هقول لكم على الاتحاد، يعني بنزيما، كانتي، روميرو ده ولا رومينيو، لا مليانه والجون بتاعهم واسمه ايه ده اللي ابو شعر ده، اسمه ايه ده اللي شكله شبه المكسيكيين ده، ولا هو مكسيكي انا مش عارف، ولا برازيلي ولا. يعني من الاخر الاتحاد فيه 11 لعيب محترف. 11 لعيب ولا 9؟ في 11 لعيب، في 11 لعيب. هو ممكن عادي يشارك بال 11 عادي. انت فاهم؟ في كاس العالم بقى للانديه انت ما عندكش، مش بتلعب في الدوري السعودي عشان مثلا يقول لك لا شارك، مش وهم هناك اصلا الفرقه كلها بقت اجانب اساسا. فالاهلي، فطبعا اكيد اتحاد جده هيكسب اوكلاند سيتي، ده ما فيهاش كلام يعني. وبعدين هيبقى الاتحاد هيقابل الاهلي. بص، هو انت لو جيت حسبتها ان مثلا انت بعدت عن ان انت تقابل الفريق الياباني ده، اوراوا ده الياباني، عيال بتجري بقى وسرعاته وبتاع، فاهم؟ جري 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 ولياقه، ويعني مش هقول لكم بقى، يعني انتوا عارفين كوكب اليابان. في كمان اللي هو الفريق المكسيكي ده برضو، وكل بتوع جنوب امريكا معروفين ان هم لعيبه كوره معروفين، يعني الارجنتين، المكسيك، كولومبيا، فاهم؟ البرازيل، انا بقولت البرازيل ما علينا. التشيليين والجزء ده المربع ده في لعيبه كوره جامده قوي، في لعيبه كوره جامده قوي، يعني هم اصلا يعني بتوع كوره اساسا، هم الحته دي جنوب امريكا. فبعدنا عن الفريق المكسيكي ده، والحمد لله لو كسبنا الاتحاد انت بقى مش هتقابل السيتي. يعني انت لو كسبت الاتحاد هتقابل الكسبان من اسمه ايه، مش عارف، ريبرنس سيتي ولا مش عارف اسمه ايه. ايه ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل عليكم. تعالوا عشان قرعة كأس العالم للأندية. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا القرعة يا باشا كالتاتي. قبل ما نبدأ بس الأول، قبل ما نبدأ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، واحد لا إله إلا الله، وحط لايك لو مش حاطط لايك أو نسيت اللايك، واشترك في القناة لو مش مشترك في القناة عشان يجيلك كل حاجة بنزلها. نخش على اللي بعده. القرعة، بص يا باشا،
القرعه اللي حصلت جابت الاهلي في طريق الاتحاد، في طريق اتحاد جده. تمام. اللي هو ايه؟ اللي هو اتحاد جده اول ماتش هيلاعب اوكلاند سيتي، واوكلاند سيتي ده اللي هو نيوزيلندي. تمام. ف كلنا شفناه كاس العالم اللي فات، احنا ادينا له 3 يعني بالراحه، يعني على الاهلي اداله 3 بكل سلاسه، يعني فاهم؟ 3 بكل سلاسه، واخد بالك من القافيه. ف فالاتحاد هيمسكه يدشمله، هي يعني فاهم، هيزعله برضه، يعني يديله 3 4 برضه، ده اقل كلام يعني. والكسبان منهم هيقابلك، فطبيعي الاتحاد هو اللي هيكسب، فانت هتقابل الاتحاد، يبقى الاهلي هيقابل الاتحاد. تمام. انت بعدت عن الفريق الياباني والفريق المكسيكي، هم هيخبطوا في بعض وهيدشملوا في بعض، والفريق الثالث ده هيلعبوا بعض، والكسبان هيلعب الفريق، والكسبان منهم هيقابل الكسبان من الاهلي والاتحاد. تمام. يعني دول هيخبطوا في بعض وانت هتخبط في الاتحاد، الكسبان ما بينك هيقابل الكسبان ما بين الفريق الياباني والفريق المكسيكي ده. تمام. تمام. انت بعدت، احلى حاجه ان انت بعدت عن طريق السيتي، يعني لو هتقابل السيتي باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله لو كسبنا هتقابله في النهائي. انت فاهم؟ فلو كسبت الاتحاد مش هتقابل السيتي، هتقابل فريق من الفريقين دول. فان شاء الله بقى نكسب بالاتحاد باذن الله. بص هتقول لي بنزيما، هتقول لي بص انا اتفرجت عليهم وبتفرج عليهم، ومن ساعه ما جه بنزيما يعني بتفرج عليه، مش متابع قوي بصراحه كل المطوشه بتاعته في الدوري، بس اتفرجت له على 3 ماتشات مثلا او 4 ماتشات. الفريق مش منسجم، يعني مش بيلعب، لسه اللعيبه ما خدتش على بعض، ولسه ما فهموش بعض، اللي فاهم. الطريقه الدفاعيه ووقفتهم للدفاع مش حلوه، يعني في اللحظه ممكن تجيب جون، يعني في لحظه ممكن تضربه وتضرب الاوفسايد بتاعه وتجيب جون، زي ما شفنا في ماتش الهلال كان كسبان 3-1 وينزل الشوط الثاني يخش فيه 3 اجوان وزي السلام عليكم عادي، يعني فتحت خلاص. بص هو دخل فيه جون اتكهرب، بقت 3-2. ايه ده الاتحاد هيتعادل، هوب الجون الثالث، الهلال هيتعادل، ايه ده هوب الجون الرابع، ايه ده فاهم؟ مع انهم كان في الشوط الاولاني جات لهم فرصه، كان ممكن يخلص الشوط الاولاني 4-1. يجي الشوط الثاني الهلال ينزل هوب جون، هوب الثاني، هوب الثالث، فكوا خالص. فدفاعاتهم مش حلوه زي هجومهم ونص ملعبهم، يعني يعني الحته اللي قدام دي حدث ولا حرج يعني. بس التفاهم لسه، هو لسه قدامك فتره، ممكن عقبال ما نوصل لكاس العالم يكون انسجموا مع بعض. بس انت ما تضمنش برضو انت هو يوصل بكل الناس دي سلام لحد كاس العالم، يعني انا ما اكرهش لحد خير، بس يعني ان شاء الله احنا هنوصل باذن الله سلام باذن الله لكاس العالم باذن الله، وهم كمان هيوصلوا سلام باذن الله لكاس العالم من غير اصابات، بس مش هيبقوا بنفس طاقتهم، يعني مش هيبقوا بنفس الكواليتي اللي انت كنت شايفهم بره في انديتهم بره. يعني واحد زي بنزيما برضه جاب جون بالكعب، بس برضه ضيع كوره ولا كورتين في الماتش غراب جدا. وبعدين مش هو بس مش في قوته برضه بنزيما، يعني بنزيما قوي جدا طبعا، انت جايبه وهو احسن لاعب في العالم، بس عندنا عبد المنعم في ايه؟ انا مش مصدق نفسي وانا بقول الكلمه، معلش بقى عادي عدوها، يعني عبد المنعم راجل. ويا باشا لو الاربعه اللي واقفين جنب بعض مسستمين الدنيا، يعني صعب الاتحاد يكسب الاهلي بجد، يعني ده اللي انا شايفه. كل الناس هتقعد تقول لك مش عارف ايه والكواليتي والمش عارف ايه، انا بالنسبه لي 11 لاعب ضد 11 لاعب، لو ال 11 دول متفاهمين اكتر من ال 11 دول ال 11 دول يكسبوا، لان ده تيم بيلعب تيم. وبعدين انت مش بتلعب السيتي يعني، فاهم؟ يعني السيتي بيتحرك كتله واحده، بيطلع كتله واحده كله وبيرجع كله كتله واحده، وفي هندسه ومسطره بتتعمل، انت فاهم؟
انما الاتحاد لا، في حاجات فكه منه كتير قوي. انت متخيل ان الهلال السعودي ده عقده اتحاد جده؟ يعني 9 مواجهات ورا بعض تقريبا الهلال بيكسبهم، والاتحاد ما كسبش ولا مواجهه، بعد حتى ما جاله بنزيما وكانتي وفابينيو. ده غير اللي عنده، غير رومارينيو وغير البرازيلي التاني وغير ده في واد رقم 10 يا جدعان، يا لهوي ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، رقم 10 اللي في الاتحاد ده يا جدعان، يا لهوي حاجه كده، عنب اللي هو ايه، اي فريق في الدنيا يتمنى يبقى عنده لعيب رقم 10 زي ده يا جدعان. ايه ده، ايه السروهات دي، وايه بيعمل كده وسرو ايه كده فكرني فاهم بابو تريكه كده، بحاجات ابو تريكه اللي هو من اي حته بيعمل سرو، والسرو عادي سرو يعني بص يقول لك خد يا باشا، خد يا باشا، انت فاهم، جامدين قوي قدام بس ورا وحشين. فانت لو نزلت زي ما عملت مع الهلال كده هوب رحت لبوته جون هيتدربك، تلاقي فيه لخبطه كده اهو زي ما حصل مع الهلال بالظبط والله العظيم. يهجم هو يفتح عشان يتعادل تقوم لبه التاني، فيقول لك بس لا هنا بقى، هنا في تخلف كده في الفريده، ايه بقى فريده ايه، متخلف ولا ايه انت فاهم، فيتهز زي ما حصل مع الهلال كده وتقوم ايه. بس انا يعني انا ده اللي انا رسمه في خيالي، ده اللي انا حاسه في خيالي، انت فاهم. بس ما تضمنش بقى انت لما توصل بقى بفرقتك سليمه لكاس العالم، ولا مين يتصاب، ولا انا اوصل بفرقتي سليمه ولا مين يتصاب. تعرفش الظروف تبقى عامله ازاي، تعرفش الاجواء تبقى عامله ازاي، مش عارف. وهم لسه عمالين بيجيبوا في ناس اصلي، فانا مش فاهم في ايه يا جدعان، في ايه يا جدعان، احنا مش عارفين نجيب مهاجم ب5 مليون جنيه، فيها 5 مليون جنيه ب5 مليون دولار، في ايه يا جدعان، احنا مش عارفين نجيب مهاجم وانتوا يدير بنديكش بنزيما اقوى مهاجم في العالم، ايه يا جدعان، يا جدعان بالراحه يا جدعان بالراحه، ماشي. مش عايز اطول اكتر من كده، ان انا لو قعدت وارتجلت هنقعد بقى انا وانتوا ده الصبح نتكلم مع بعضين، فاهم، فمش عايز اطول اكتر من كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايكات، مش لايك واحد، اعمل لايكات بهزر طبعا. اعمل لايك واشترك في القناه، وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واحد لا اله الا الله، والسلام.